تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقاتنا عن ترميم المنشآت الخرسانيه. لما اجي في مشاكل في سلم خرساني وعايز اعالجه، لو المشكله في القلبه او المشكله في صدفه الدور او نص الدور، ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، وده يتعمل او ده ما يتعملش. لو عندي المشكله في قلبه السلم، خليكم معايا لاخر الحلقه عشان تعرفوا. تعالوا رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. لو عندي المشكله في قلبة سلم زي دي كده، وتكون المشكله جامده جدا، طبعا انا بقشر دي بالكامل وبركب لها حديد، لكن دي كانت حتت كده وقعت وكان حديدها كويس، فما ينفعش ان انا اقفل عليها من غير ما تدهن. لكن بقى تعالوا، لو دي بقى كانت بايظه، كان لازم اعمل القلبه اللي فوق والقلبه اللي تحت عشان احمل الحديد ده على صدفتين. لكن لما تكون عندي المشكله في الصدفه بس كده لوحديها، دي تتعالج لوحدها بدون ما اعمل قلبه السلم. يبقى انا عندي بعتبر الصدفتين دول زي عمودين، وبعتبر القلبه بتاع السلم زي الكاميرا. ما ينفعش ارمم كاميرا الا لما اصلح العمودين. لكن لو في مشكله عندي في عمود والصدفه وقلبه السلم كويسه، يبقى ما اعملش قلبه السلم. اشكركم، القاكم في معلومه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.